يومكم سعيد. خلينا اليوم نعمل صينية هيك سهلة وطعماتها مختلفة عن المتعودين عليه. بس قبل ما نبلش الفيديو يا ريت تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت ظريف لطيف زيكو يشجعني على تنزيل فيديوهات كتيرة، ونتشارك مع بعض وصفات متعددة وخبرات من مطبخنا والعك اللي بنعمله فيه. الوصفة اليوم كتير سهلة وطعمها كتير طيب ورح تعجبكم إن شاء الله. خلونا نبلش بالوصفة. عندي هون صدر دجاج اللي هو من غير عظم. رح أحط على النار بالقدر كمية من المي اللي تكفي إني أسلق هذا الدجاج، تقريبا 3 أكواب من المي المغلية. وححط عليه فيها جزر وبصلة وكرفس وعود من الليمون جراس كأشياء تعطي نكهات للشوربة زيادة، لأني أنا حستخدم هاي الشوربة كمان في الوصفة. وححط توابل جافة، قرفة وهيل وكزبرة وفلفل أسود وواحد مكعب مرق الدجاج. وكمان حأنزل بالدجاجات بالمي وأتركهم يغلوا غلوتين 3. لو طلع ريم أو رغوة هيك على الوش شيلوها، وبعدين غطوها لمدة مثلا 20 دقيقة أو لغاية ما تتأكدوا إنه هي استوت. طفوا عليها وشيلوا الدجاج واحتفظوا بالشوربة. رح نحط معلقة من البابريكا، هحط عليها كمان نص معلقة صغيرة هيك من الشطة المجروشة أو الفلفل الحار. حطيت قرفة نص معلقة، وحطيت توم باودر معلقة، نص معلقة من الكمون، ومعلقة من البصل الباودر، ومعلقة صغيرة أيضا من الفلفل الأسود. ورح أحط الملح. هخلطهم هيك شوي مع بعض لخليط البهارات تبعي اللي حستخدمه الآن بالصوص الأساسي للصينية اللي حنعملها مع بعضينا. الدجاج استوى، رح نسفه، يعني فرفطه هيك على السريع وأخليه عندي متنسف يعني قطع صغيرة، مش بالسكينة بالشوكة. وحأعمل الصوص هلأ معاكم. عندي 3 معالق كبار من الزيت، هحط عليهم معلقة كبيرة من الزبدة. فيكم تستخدموا زيت نباتي أو زيت زيتون اللي انتوا بتفضلوه، بس يدوب الزبدة مزبوط مع الزيت. رح أحط عليها 3 معالق مليانة من الدقيق، ورح أحط عليها أيضا خليط البهارات. ورح أسوي أو أحمص الدقيق بالمادة الدهنية مع البهارات، يعني أنا بدي طعمة البهارات كمان تتشقلظ مع المادة الدهنية. بتبلش هيك تصير ريحتها كتير حلوة، ريحة توابل لطيفة جدا جدا. تتأكدوا إنه الدقيق كله ما في تكتلات. بتحطوا عليها كوب من عصير الطماطم أو بيوريه طماطم اللي متاح عندكم، وبعطيها هيك تقليبة خفيفة مع التوابل والدقيق. وبحط عليها كوبين من الشوربة تاعت الدجاج، وبعدين بلخبطها بلطف لغاية ما يثخن ويتقل القوام، يصير عندي قوام هيك شبيه بقوام البشاميل، بس هيك لونه أحمر وما فيه حليب. قوامها رائع ومناسب جدا. هلأ بطاسة على النار رح أحط معلقة من الزبدة، عليها معلقة من الزيت، وححط عليها بصلة مفرومة فرمة ناعمة مكعبات صغيرة جدا، وأخلي البصلة تدبل بالزيت والزبدة. بدي القرشة تاعت البصل تروح، فما تخلوا النار عالية. أنا ما بدي إياها تصير لونها بني أو أحمر، لا، بس بدي إياها تدبل والقرشة تاعتها تخلص. ححط عليها رشة فلفل أسود بس، وأعطيها تقليبة هيك بسيطة. وبعدين ححط 3 فصوص توم مهروسين، أقلبهم لغاية ما يستوي كمان التوم، وما بدي إشي ياخد لون، يعني بس يدبلوا ويستووا. ححط كمية الدجاج المفصفصة اللي عندي أو المنسفة، وححط عليها كوب من صوص الأحمر اللي أنا عملته. عطوها تقليبة لغاية ما تتجانس وتتغلف كل الدجاج. وبعدين حطيت كوب من الذرة الحلو اللي بيكون فصوص ذرة هيك الحبيبات، كمان قلبتها تقليبة، وهيك هي صارت خالصة وجاهزة للمرحلة
الأخيرة. كله متجانس ورطب. هلأ رح نعمل آخر شي. جبت الصينية أو الطاجن أو البايركس whatever اللي انتو هتستخدموه، هحط عليه هيك كبشتين من الصوص كقاعدة، وبعدين رح أبلش ألف بخبز التورتية الخلطة اللي أنا عملتها بتاعت الدجاج. منحط الدجاج هيك كأنكم عم تعملوا سندويشة، منحط كمية من الدجاج وبضيفوا عليها أي جبن انتو بتحبوها. أنا حطيت جبنة شيدر مبروشة، ممكن تحطوا موزاريلا، ممكن تحطوا نوع الجبنة اللي بدكم إياه يعني. وأحيانا ما بيكون عندي خبز تورتيلا فبعمله بالخبز العربي عادي، وما بيهمني زعل خالي المكسيكي خالص، يعني بمشي حالي. أكيد يعني القبعة المكسيكية مش رح تزعل مني. بنحط الدجاج، وفيكم تضيفوا خضار تاني إذا أنتوا بتحبوا. هي المفروض كمان بيكون فيها فاصوليا السودا، بس أنا ما بحب طعمها فما حطيتها، لغاية ما أحط كل الكمية. وبعدين بحط عليها طبقة الباقية من الصوص اللي عندي، بديره كله على الوجه. هيك الخبزة بتطلع طرية ولذيذة جدا. الخبز رح يطرى بالصوص. هحط طبقة من الجبنة، أنا حطيت جبنة موزاريلا، وهحط كمان جبنة تشيدر على الوجه، وأدخل على الفرن شوي هيك بس إنه تسيح الجبنة، مش أكتر من كده. يعني شي 10 دقايق بالفرن إلى ربع ساعة بس إنه تسيح الجبنة. بعدين حطيت زبادي يوناني على الوجه، أو فيكم تحطوا سوار كريم يعني المتواجد عندكم. حطيت هيك شوية فلفل أخضر وشوية بصل أخضر، وكمان سيراتشا صوص حطيته عشان يعطيها شوية سبايسي. وبس، هذا كل شي بفيديو اليوم. بتمنى لو عجبكم الفيديو واستمتعتوا بالمشاهدة واستفدتوا أي معلومة، ما تبخلوا علي بلايك وكومنت وحاجات لطيفة. استودعتكم الله حتى ألقاكم فيديو جديد على خير إن شاء الله.